تقريبا مفيش بيت في العالم كله ما فيهوش نسخة أو اتنين من لعبة الدب. بس هل يا ترى في يوم سألت نفسك إيه السر ورا اللعبة دي؟ الصياد والفكرة. كيف ولد أشهر دب في التاريخ؟ في واحدة من غابات أمريكا الممتدة سنة 1902 كان الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت كان بيمارس هوايته المفضلة وهي صيد الدببة. بس اليوم ده شكله كده يوم مختلف من أوله. أولا ملقاش ولا دب علشان يصطاده. طب وبعدين الرئيس كده هيرجع فاضي؟ ابتدى يبان عليه الحزن، لكنه ما كانش يعرف إن هو حقيقي فعلا اليوم ده ما كانش مقدر له إن هو يرجع بدب، لكن مقدر له إن هو يرجع بأسطورة. وهو خلاص قرب ييأس وهيرجع بقى من رحلة الصيد بتاعته دي وهو معهوش حاجة، فجأة لقى مساعد من مساعديه جاي بيجري ومعاه دب صغير، ربطهوله في الشجرة وقال له يلا يا سيدي الرئيس لقيت لك دب اهو، يلا اطلق عليه النار. بس الرئيس ما أطلقش. خير، في حاجة إن شاء الله؟ هي مش بندقيتك معاك وطلقاتك معاك والدب مربوط في الشجرة هناك؟ ما بتطلقش عليه النار ليه؟ الرئيس قال جرى ايه يا راجل انت؟ ازاي تقول حاجة زي كده؟ انت عايزني اطلق النار على دب مربوط في شجرة ما يقدرش يهرب ولا يدافع عن نفسه؟ ده ما بيبقاش اسمه صيد، ده اسمه قتل. يلا بسرعة فك قيد الدب دوا واطلق سراحه في الغابة مرة تانية. وفعلا المساعد نفذ كلامه بالحرف وهو مذهول. ومن هنا بدأ الصيد الحقيقي. مين عرف بالقصة دي؟ عرف بيها رسام في جريدة أمريكية مشهورة. حول الموقف ده لرسم انتشر في أمريكا كلها والناس كلها حبته للرحمة اللي موجودة فيه. من ضمن الناس اللي شافت الرسمة وعرفت بالقصة كان صاحب محل ألعاب اللي قال أنا بقى مش هصطاد دب، أنا هصطاد فكرة. ابتدى بسرعة يخيط لعبة على شكل دب، وبعد ما خلصها وخلاها شكلها بريء وجميل سماها تيدي بير. ليه اختار لها الاسم ده؟ ده كان الاسم اللي أصدقاء الرئيس المقربين كانوا بينادوه بيه. ومن هنا ابتدى لعبة الدب في الظهور للعالم، وانتشرت بشكل كبير جدا وواسع في أمريكا، ومن بعدها أوروبا، وغزت العالم كله لحد النهاردة. لعبة الدب استطاعت إن هي تجمع كل الناس حول محبتها، إن هي لعبة ولدت في لحظة رحمة استفاد منها راجل ذكي ومبدع، حولها لاستثمار وخلت بيها ذكرى. صحيح، قصة ولادة لعبة الدب قصة غريبة ولكنها حدثت بالفعل.